السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية بيج باي بيج. لينا برضو صفحة على الفيسبوك اللي هي هنذاكر مع مستر محمد. النهاردة بقى هنبدأ في الماث بتاع ويك 5 بتاع أولى إعدادي First Preparatory، الأسبوع الخامس، تقييمات الأسبوع الخامس. فنيجي يلا نحل مع بعض السؤال ده. بيقول put the number 0.6 in the form of a over b in its simplest form. ف 0.6 أول حاجة لما نيجي نحولها، عشان نحولها ل a over b فهي عبارة عن 6 over 10. طيب عايزين بقى 6 over 10 دي في simplest form، فنعمل 6 divided 2 فوق و 10 divided by 2 تحت، فالناتج هيبقى 3 over 5. هنا السؤال اللي بعد كده بيقول write two rational numbers each of them equals negative 2 over 7 جوه الابسولوت. فأول حاجة نعملها نجيب النيجاتيف 2 over 7 ونطلعها بره الابسولوت، فهتبقى 2 over 7. ال 2 over 7 دي ممكن نجيبها كده ونضرب فوق times 2 وتحت times 2، فهتبقى 4 times 14. وممكن بعد كده كمان نجيب ال 2 over 7 2 over 7 دي ونضرب فوق times 3 وتحت times 3، فهتبقى 6 over 21. فيبقى أنا عندي كده two rational numbers جبناهم بيساوي 2 over 7 اللي هم ال 4 over 14 وال 6 over 21. يبقى كده جاوبنا على السؤال ده. السؤال ده بقى بيقول find the result of subtracting negative 2 over 9 جوه الموديول from negative 5 over 9. negative 5 over 9. نحل السؤال ده ازاي؟ هنحله كالتالي. هنجيب ايه؟ ده هو بيقول ده from ده، يبقى نحط الرقم ده الأول negative 5 over 9 minus، هنشيل منها اللي هي ايه، يعني هنعمل subtract، هنطرح negative 2 over 9. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ negative 5 over 9 زي ما هي minus زي ما هي negative 2 over 9 هتخرج بره الموديول ده، فهتبقى 2 over 9. فدلوقتي عندي لما دي خرجت بقت ايه، النيجاتيف 2 اوفر 9 خرجت بره الموديول بقت 2 اوفر 9. فدلوقتي نيجاتيف 5 اوفر 9 ماينس 2 اوفر 9، فهتبقى نيجاتيف 7 اوفر 9. ال 9 اللي تحت ايه زي ما هي، denominator زي ما هو، ونيجاتيف 5 ماينس 2 بالآلة الحاسبة هتلاقوها جت نيجاتيف 7 اوفر 9. السؤال بقى بيقول using the properties of addition in Q find negative 4 over 10 plus 1 over 4 plus 2 over 10 plus negative 1 over 4 in its simplest form. فعشان نعملها هنقوم بعمل التالي. أول حاجة هنحرك الأرقام اللي شبه بعض ونحطها جنب بعض. negative 4 over 10 مع 2 over 10 plus هنا بقى 1 over 4 plus negative 1 over 4. احنا كده حركنا اماكن، يبقى دي كده ايه، commutative او commutative. تمام. طيب بعد كده بقى هنحط براكتس، هنحط ايه براكتس جنب كل اتنين شبه بعض. نيجاتيف 4 اوفر 10 بلس 2 اوفر 10، نحط بينهم ايه براكت. هنا 1 اوفر 4 بلس نيجاتيف 1 اوفر 4، نحط برضه بينهم براكت. لما نحط براكت كده دي اسمها ايه associative
associative أو associative property، وبعدين نحسب كل واحدة لوحديها. فنيجاتيف 4 بلس 2 هتبقى نيجاتيف 2 over 10. تمام. بلس هنا بقى 1 over 4 بلس نيجاتيف 1 over 4. هخليها بس ايه الأول هنا عشان هعمل دلوقتي حاجة ما بينهم. هعمل ايه دلوقتي؟ لما اجمعهم هيدوني زيرو، هيدوني دول ايه؟ زيرو. طب انا هعملها هنا كده، اقوم كاتب هنا زيرو اهو، واكتب هنا دي اللي هي ايه اللي حصل هنا associative، وهنا الزيرو دي اكتب ايه additive inverse. ادتني زيرو. بعدين نيجاتيف 2 بلس اوفر 10 بلس الزيرو هتديني ايه؟ نيجاتيف 2 اوفر 10. هنكتب بين ايه اللي جنبيها ايه؟ additive identity. additive identity ان ايه اي حاجة زائد الزيرو بتبقى زيرو، صح؟ مش تبقوش شايفينها اهو. كان هنا دي الاسوشيتيف، جمعت دي لوحديها، دي بلس دي ادتني زيرو اديتيف انفرس. بعدين دي بلس زيرو ادتني نفس الرقم اديتيف ايدنتيتي. وبعدين نيجاتيف 2 اوفر 10 نجيبها بقى في ابسط صورة، ديفايدد 2 فوق ديفايدد 2 تحت، او انتوا تجيبوها بالآلة الحاسبة هتبقى نيجاتيف 1 اوفر 5. دي كده الإجابة النهائية. وندخل على السؤال اللي بعد كده. وهنا السؤال ده كان كده find the result of the simplest form negative 5 1 over 2 times negative 2 over 11. فأول حاجة عملناها إن ال 2 حولنا بقى ال 5 و 1 over 2 دي ل improper fraction. إزاي؟ 2 times 5 بقت 10. 2 times negative 5 بقت negative 10 plus الإيه؟ 2 times 5 10 plus 1 هتبقى 11. 11 over 2 وفي الإشارة زي ما هي بره times negative 2 over 11. وبعدين ال 11 هتروح مع ال 11 وال 2 هتروح مع ال 2، فالإجابة في الآخر هتطلع 1. طيب شوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول 3 over 5 plus negative 1 over 5 divided by 4 over 10. نعمل ايه بقى هنا؟ اول حاجة هنخلص اللي جوه البراكت. نخلص اللي جوه البراكت. 3 over 5 plus negative 1 over 5 يعني كأني 3 minus 1. 3 minus 1 هتبقى 2، يبقى 2 over 5 جوه البراكت divided by 4 over 10. طيب الديفايد ده يتحول ايه؟ ده نخليه زي ما هو. الديفايد نحولها تبقى تايمز، نقلب ال 4 over 10 تبقى 10 over 4. وبعدين 10 divided 5 هتبقى 2. 4 divided 2 هتبقى 2. 2 divided 2 هتبقى 1. برضو الإجابة هتطلع 1. السؤال اللي بعد كده بيقول put the number 0.8 in the form of a over b in its simplest form. طيب فأول حاجة 0.8 أهي، يعني هي عبارة عن إيه؟ 8 over 10. طيب 8 over 10 دي عايزين نجيبها في السمبلست فورم. divided 2 فوق divided 2 تحت هتبقى 4 over 5. يبقى احنا جبناها في صورة a over b في السمبلست فورم. ندخل في السؤال اللي بعد كده. put the number 0.4 in the form of a over b in its simplest form. فعندي هنا 0.4 اللي هي دي هتبقى 4 over 10 divided 2 فوق divided 2 تحت تبقى 2 over 5. كده جبناها في simplest form. السؤال اللي بعد كده بيقول
if x equals negative 4 over 10 y بيساوي 1 over 5 z equals 4 over 5 find the result of x plus y minus z in its simplest form. عايزين بقى x plus y minus z في simplest form. فأول حاجة هنجيب الإك، نحط المعادلة كده x plus y minus z. x هنشيل x ونحط بدلها negative 4 over 10 بلس الواي هنشيلها ونحط 1 over 5 ماينس نحط ماينس زد هنحط 4 over 5 ونبدأ نحل. أول حاجة نخلي المقامات واحدة، نخلي الايه denominators واحدة. فهنا عندي 10 و5 و5 يبقى نخلي هنا ال5 دي وال5 دي زي ال10 دي. فهنا عشان نخلي ال5 دي وال5 دي زي ال10 دي هنعمل ايه؟ هنعمل التالي نيجاتيف 4 over 10 نخليها زي ما هي بلس 1 over 5 دي نضرب فوق تايمز 2 تحت تايمز 2 عشان تبقى 10 ماينس 4 over 5 دي نضرب فوق تايمز 2 وتحت تايمز 2 عشان برضو تبقى 10. بعد كده بقى نيجاتيف 4 over 10 زي ما هي بلس 1 تايمز 2 هتبقى 2 over 10 ماينس 4 تايمز 2 هتبقى 8 over 10. طيب نيجاتيف 4 ونيجاتيف 8 هتبقى نيجاتيف 12 بلس 2 هتبقى نيجاتيف 10 اوفر 10. يبقى الإجابة إن هي هتبقى نيجاتيف 10 اوفر 10 يعني هتبقى في الآخر ايكوال نيجاتيف 1. يبقى السؤال في الآخر هيبقى بالطريقة دي. ندخل في السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول if the product of two rational numbers is 8 over 15. if the product of two rational numbers is 8 over 15 and one of the two numbers is negative 4 over 5 and one of the two numbers is negative 4 over 5. What is the other number? نجاوب السؤال ده نعمل ايه؟ نعمل التاني. بيقول هنا في عددين لما نضربهم في بعض هيدوني 8 over 15. واحد من العددين دول هو نيجاتيف 4 over 5. يبقى ايه هو العدد التاني؟ نخلي العدد التاني ده نشيله ونسميه مثلا اكس مثلا او مكان فاضي. طيب نحل دي ازاي؟ انا دلوقتي لما اقول لك a times 3 equals 6 هتقول لي 2 صح؟ اقول لك جبت ال 2 ازاي؟ عملت ايه بين ال 6 و 3؟ عملت 6 divided 3 فادتني 2. يبقى الرقم ده عشان اجيبه اعمل ايه؟ اعمل ده divided ده divided ده. يعني اقول 8 over 15 divided by negative 4 over 5. بعد كده بقى الديفيجن ده 8 over 15 هتفضل زي ما هي اللي هو ايه keep يعني هنخليه زي ما هو flip النيجاتيف 4 over 5 هتبقى 5 over 4 بس النيجاتيف هتبقى زي ما هي. وهنا دي change الديفيجن هتبقى times. طيب وبعد كده ال 15 divided ال 5 هتبقى دي هنا 1 وهنا 3. ال 8 divided ال 4 هتبقى هنا 2 وهنا هنا 1 بقى. هنا 8 divided 4 4 divided 4 1 8 divided 4 هتبقى 2. فهنا عندي 2 times 1 هتبقى ايه 2
3 تايمز 1 هتبقى 3 وفي إشارة نيجاتيف هنا، يبقى الإجابة النهائية هتبقى نيجاتيف 2 over 3. يبقى الإجابة النهائية هتكون نيجاتيف 2 over 3. طبعا انتوا ايه مش لازم تعملوا اللي انا عملته ده، انتوا تعملوها بالآلة الحاسبة على طول، بس تعملوا الخطوة دي بس معاهم عشان يبقى الخطوات باينة. ندخل في السؤال اللي بعد كده. السؤال هنا بقى بيقول what is the increase of the number negative 5 over 9 on the number 1 over 9. عشان نجاوب على السؤال ده هنعمل التالي. طيب what is the increase of the number negative 5 over 9 on the number 1 over 9؟ يعني أنا لما أقول what is the increase of the number 6 عن النمبر 2 هتقولوا لي 4، يبقى عملتوا ايه بين ال 6 وال 2؟ عملنا ماينس. يبقى هنعمل ايه بالرقمين؟ هنعمل ماينس. هنعمل ايه؟ ماينس. تمام. فهنا هنعمل ماينس الرقم ده الأولاني، هحط بس الرقمين اللي هو 6 و 2 عشان تبقوا فاكرين احنا عملنا ايه. 6 اللي هي دي يبقى نيجاتيف 5 اوفر 9 ماينس 1 اوفر 9 هتديني ايه؟ هشوف بقى. يبقى نيجاتيف 5 اوفر 9 ماينس 1 اوفر 9 هتبقى نيجاتيف 6 اوفر 9، يعني هتبقى نيجاتيف. هو اكيد في حاجة غلط هنا، ثواني معلش كان في لخبطة في السؤال ده. هو ايه؟ هو مش what is the increase of the number negative 5 over 9 على 1 over 9. what is the increase of the number 1 over 9 على النمبر negative 5 over 9، لأن طبعا ال 1 over 9 أكيد أكبر من negative 5 over 9. فهنعمل ايه؟ هنقول 1 over 9 minus negative 5 over 9. فهنا هتبقى 1 over 9 زي ما هي، negative times negative هتبقى positive، 5 over 9 هتبقى 6 over 9. يبقى المقدار الزيادة اللي هو ايه؟ هيبقى 6 over 9. السؤال بقى اللي بعد كده بيقول find the result of each of the following in the simplest form. Find the result of each of the following in its simplest form. في أبسط صورة. فهنعمل إيه دلوقتي؟ هنجيب أول حاجة عندي negative 2 over 4 times 1 over 2 أو 1 over 2 times negative 2 over 4. طيب فهنا بقى هنعمل ايه؟ هنا على طول هنضرب اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت. فهنقول 1 over 2 times negative 2 over 4. negative 2 مع ال 1 هتبقى negative 2. 4 times 2 هتبقى قبل ما نعمل بقى كده نحاول ايه نخلص الأول عشان نبسط العملية. فال2 تروح مع ال2 فهنا هتبقى 1 وهنا هتبقى 1. 1 times negative 1 هتبقى negative 1 و 1 times 4 هتبقى 4. يبقى الإجابة هتبقى negative 1 over 4. ده كده simplest form. السؤال اللي بعد كده شوف كده لو قلم أخضر هينفع. بيدي هنا 3 over 7 plus negative 1 over 7 جوه الابسولوت فاليو divided by 4 over 14. طيب هنعمل ايه اول حاجة؟ 3 over 6 هنمسك البراكت زي ما هو ده نخليه زي ما هو. 3 over 7 نخليها 3 over 7 بلس نخليها بلس. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنخرج النيجاتيف 1 over 7 من جوه الابسولوت فاليو، فهتبقى 1 over 7 divided 4 over 14. نخلص اللي جوه البراكت الاول. 3 plus 1 هتبقى 4 over 7. اللي تحت في البلس بيفضل زي ما هو.
divided by 4 over 14. دلوقتي بقى نيجي هنا ال 4 over 7 نخليه زي ما هي، divide تبقى times، نقلب 14 over 4. 4 تروح مع ال 4 1 1، 14 تروح مع ال 7 2، وهنا 1، يبقى اللي هيتبقى في الآخر الإجابة هتكون 2. يبقى حلينا السؤال ده وجبناه في أبسط صورة اللي هي 2. ندخل السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول negative 3 over 7. معلش هجيبها بس من الأول. 7 over 9 times negative 3 over 7. سهلة أوي، سهلة أوي. ليه بقى؟ لأن 7 تروح مع 7. هكتبها بس الأول تاني. 7 over 9 times negative 3 over 7. 7 تروح مع 7، فتبقى دي 1 ودي 1. وال9 وال3، ال 9 divided 3 هتبقى 3. يبقى هنا دي هتبقى 3 ودي هتبقى 1. يبقى كده 1 times negative 1 هتبقى negative 1، واللي تحت 3 times 1 هتبقى 3، فالإجابة هتبقى negative 1 over 3. آخر سؤال في الأسئلة دي. نحل السؤال بقى ده مع بعض. 5 over 7 plus جوه الابسولوت فاليو negative 1 over 7 divided by 12 over 14. ده كده جوه البراكت. نعمل ايه اول حاجة؟ نحط البراكت زي ما هو، و5 over 7 زي ما هي، بلس زي ما هي. نطلع نيجاتيف 1 over 7 بره الايه الابسولوت فاليو، فهتبقى 1 over 7 divided by 12 over 14. خليها دلوقتي. نخلص اللي جوه البراكت. 5 plus 1 هتبقى 6 over 7 divided by 12 over 14. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنمسك بقى 6 over 7 نخليها زي ما هي، divide نخليها times 12 over 14 نقلبها تبقى 14 over 12. طيب هنا 12 و 6 يروحوا مع بعض. 12 divided 6 هتبقى هنا 2 وهنا 1. 14 divided 7 هيروحوا مع بعض. 14 هتبقى 2. 14 divided 7 2، وال7 دي هتبقى 1. وبعدين 1 times 2 هتبقى 2. 1 times 2 تحت برضو هتبقى 2. 2 times 2 هتبقى 1. يبقى الإجابة هتكون إيه؟ 1. السؤال اللي بعد كده بيقول بقى find two numbers each of find two rational numbers each of them equals negative 4 over 5. طيب سؤال تاني. find two rational numbers each of them equals negative 4 over 5 جوه الابسولوت فاليو. نجيبها ازاي بقى دي؟ اول حاجه نجيب النيجاتيف 4 over 5 وهي جوه الابسولوت فاليو، ونطلعها بره الابسولوت فاليو فهتبقى 4 over 5. ونجيب ال 4 over 5 دي نضربها مرة فوق وتحت تايمز 2 فهتبقى 8 over 10. ونجيبها مرة ونضربها تايمز 3 فوق وتحت في 3 فهتبقى 12 over 15. فالرقمين التانيين لل 4 over 5 هتبقى 8 over 10 و 12 over 15. السؤال بقى هنا بيقول use the properties of addition in Q to find the result of الكلام ده in the simplest form. فأول حاجة هنعملها نجيب الحاجات دي ونكتبها تاني بس، أو نحرك على طول. نيجاتيف 4 over 6 نجيب جنبيها ال 2 over 6 ونخلي ال 1 over 3
بلس نيجاتيف 1 اوفر 3 لوحدي. وبعدين اللي احنا عملناه دي كده اسمها ايه؟ commutative او commutative، مش متأكد من النطق معلش. property. وبعدين نيجاتيف 4 بلس نيجاتيف 4 اوفر 6 بلس 2 اوفر 6 هتبقى هنحطهم الاول في براكت، هنحطهم الاول في براكت عشان نعمل associated property او associative property. مش عارف برضه، مش متأكد من النطق معلش. الاسوشيتيف او الاسوشيتيف بروبرتي. تمام. وبعدين نحسب كل براكت لوحديه. ده هنا هتبقى نيجاتيف 4 بلس 2 هتبقى نيجاتيف 2 اوفر 6. وهنا دي مع دي هتبقى ايه؟ هيروحوا هتبقى زيرو، اللي هي الاديتيف انفرس. هنا في اديتيف انفرس ماشي، فهتبقى زيرو. طيب هنا ممكن نقول ايه دي كده الاديتيف انفرس يعني. وبعدين هنا نيجاتيف 2 اوفر 6 بلس 0 هتديني ايه؟ نيجاتيف 2 اوفر 6 برضو. اي حاجه بلس 0 هو الرقم نفسه. دي اللي هي الايه؟ الاديتيف ايدنتيتي بروبرتي. والنيجاتيف 2 اوفر 6 دي هنجيبها في ابسط صوره، ان ديفايدد 2 فوق ديفايدد 2 تحت، فهتبقى 1 اوفر 3 بالنيجاتيف. يبقى كده جبنا الاجابه. يبقى كده جبنا الاجابه بتاعت السؤال ده. ندخل في السؤال اللي بعد كده. يبقى احنا لا كده خلصنا كل حاجه الحمد لله، جاوبنا على كل الاسئله بتاعت ايه ويك 5. وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.